بين الاتحاد الرياضي بنجردان وضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي. مباراة بطبيعة الحال يطمح من خلالها كل فريق للخروج بالنقاط الثلاث، يعني سواء بالنسبة للاتحاديين بعد هزيمة الجولة الفارطة 4-0 ضد النجم الساحلي، وانتصار الجولة الافتتاحية ضد الشبيبة القيروانية هنا على أرضية ملعب بنجردان. فريق الترجي بعد هزيمة الجولة الافتتاحية ضد مستقبل مرسى وانتصار المعنويات في الجولة الثانية ضد فريق نجم المتلوي، يريد الخروج أيضا بهذه المباراة بنتيجة إيجابية ضد فريق صعب الميراث على أرضية ميدان وفريق اتحاد بنجردان. كما قلت السعد والوفد الجديد على مستوى أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قلت مباراة المثلث الحدث السعيد والأبرز على مستوى الساحة الكروية هنا في مدينة بنجردان، باعتبار الترجي التونسي لأول مرة على مستوى البطولة ينزل ضيف على فريق الاتحاد الرياضي بنجردان. على مستوى المواجهات السابقة تاريخيا نقول أنه فريق الترجي تقابل مع اتحاد بنجردان في زوج لقاءات على مستوى كأس تونس، مباراة في الدور الربع النهائي وانتصر فيها الترجي هدف مقابل 0، ومباراة كانت أيضا لحساب الدور الثمن النهائي في كأس تونس أيضا وانتصر فيها فريق باب سويقة هدفين مقابل 0. هذه ثالث المواجهات، لكن الأولى على مستوى البطولة بين الفريقين، بين الاتحاد وضيف فريق الترجي الرياضي التونسي. كما قلت أجواء الحقيقة منعشة على أرضية الميدان قبل المباراة، وأيضا فوق مدرجات الملعب من خلال الحضور المتميز لجماهير الاتحاد الرياضي بنجردان، وايضا جانب كبير من احباء الترجي باعتبار انه هي المديره فريق الاتحاد بنجردان. هذه فكره على الجماهير، كما قلت جماهير الترجي التونسي الحاضره يعني هنا في ملعب بنجردان باعداد محترمه نقول واعداد غفيره. فقلت الف تحيه لهيئه الاتحاد بنجردان سمحت لهذه الجماهير ان تكون حاضره في متابعه لمباراه فريق الاتحاد وفريق الترجي التونسي. قلت يعني احباء الترجي موجودين هنا في بنجردان، فبطبيعه الحال هيئه الاتحاد قلت الحدث فلما لا يعني ما يكونوش حاضرين في هذه المباراه. قلت صور هذه تاتيكم مشاهدينا الكرام مباشره من ملعب بنجردان في حوار الجوله الثالثه بين الفريقين، بين فريقي الاتحاد والترجي الرياضي التونسي. دخول الزوز فرق يعني من خلال استعراض يعني بعض الفرق الجمعيات الرياضيه الفرديه الحاضره هنا في ملعب بنجردان. وكما قلت بعد قليل حكم المباراه سيد نصر الله الجوادي امامكم على الصوره، وصحبه تشكيله الفريقين بالنسبه للترجي وكذلك الاتحاد بنجردان. بعد قليل ان شاء الله نعطيكم ونذكركم تشكيله الزوز فرق. اذا دخول اللاعبين فوق ارضيه الميدان وحكم المباراة صحبة طاقم تحكيم المباراة بالأحرى. بعد قليل كما قلت سنعطيكم أكثر تفاصيل على هذه المواجهة. تحية اللاعبين. بالنسبة لتشكيلة الترجي نعطيكم تشكيلة الترجي التونسي نذكركم بها: في حراسة المرمى سامي هلال، إيهاب المباركي، خليل شمام، شمس الدين الدوادي، علي المشاني، حسين الراقد، كوليبالي، بوسيدي، سعد بقير، ادم رجيبي، طارق خنيسي وعبد الله سيسوكو. بالنسبه للطاقم الفني للترجي والسيد عمار السويح، اسكندر القسري وخالد المولي. بالنسبه لتشكيله الاتحاد الرياضي بنجردان: ناصر شعبان في حراسه المرمى، محمد امين بن اسماعيل، ياسين بوفلغه، امين عباس، العروسي البرقوقي، خليل القاسمي، مهدي الورتاني، توفيق الشيبي، حسن شويه، رياض حكيوش وبلال التبرقي. على بنك الاحتياط بالنسبه لفريق الترجي التونسي: وسيم القروي، امين النبزي، ادريس البحيرس، حسين الربيع، شاكر الرقاعي، هيثم الجويني وزياد العنلي. على بنك الاحتياط بالنسبه لفريق الاتحاد: علي الجبل كحارس مرمى الثاني وحارس قادم من الترجي التونسي، محمد امين ناويشاوي، جيلاني عبد السلام، طارق الشعبوني، فادي الهميزي وحمزه جبنون ومراد زهو. طاقم تحكيم المباراه ومتكون من الدولي نصر الله الجوادي في ثاني مباراه ليه هذا الموسم بعد ما ادار الاسبوع الفارط لقاء القمه بين النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي. مجد رحومه كمساعد ثاني، محمد بيتوتا حكم رابع فتحي بن علي، ومراقب المباراه هو السيد توفيق الوسلاتي.
هذه ورقة المباراة، تشكيلة الفريقين، تشكيلة الاتحاد ولا الترجي، وايضا طاقم تحكيم المباراة. واذا ننتظر واياكم ان شاء الله المباراة تبلغ مستوى فني يعني نشاهده، وايضا نشاهد الاهداف، كما ايضا يعني الجمهور الحاضر هنا يتمتع بالعروض الكروية الممتازة كما قلت من جانب الزوز فرق. اذا بعد قليل مشاهدينا الكرام ستعطى ضربة البداية لهذه المواجهة الأولى على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي. إذا زوز تشكيلات وزوز فرق موجودين على أرضية الميدان. لحظات مشاهدينا الكرام وتعطى صافرة البداية لهذه المواجهة. هذا بنك احتياط الترجي الرياضي التونسي. إذا التغييرات على مستوى التشكيلة بالنسبة للترجي خاصة سمي هلال كأساسي، وبالنسبة للاتحاد بن قردان التغييرات على مستوى المراكز لبعض اللاعبين في هذه المواجهة. مباراة كما قلت عليها الإطار الفني لكل فريق من أجل العودة على مستوى النتيجة بالنسبة للاتحاد بن قردان، والتأكيد بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. ضربة البداية للمباراة. الحكم الدولي نصر الله الجوادي من ابرز الحكام على الساحه الوطنيه في السنوات الاخيره، حكم شاب دولي ادار 13 مباراه الموسم الفارط في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. هذا الحارس سامي هلال حارس فريق الترجي الرياضي التونسي. حوار بين الحكم المباراة والحكم مرام فاتح بن علي، وايضا توفيق الوسلاتي. امور تنظيميه بحته، امور تنظيميه بحته قبل انطلاق المواجهه وقبل صفيره البدايه لهذه المباراه. ناصر شعبان حارس فريق الاتحاد امامكم على الصوره. الحكم نصر الله الجوادي ثقه متجدده من الإدارة الوطنية للتحكيم تحديدا لجنة التعيينات. ثاني مباراة للأسبوع الثاني بعد ما دار الأسبوع الفارط لقاء القمة بين النادي المنزرتي النادي الصفاقسي. توكل له مهمة إدارة أيضا مباراة أخرى مهمة على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين اتحاد بن قردان والترجي التونسي. الكرة اللي فاتت الترجي من سعد بكير في اتجاه علي المشاني، تقطع الكرة اللي فاتت اتحاد بن قردان. طيب العملية خطيرة والكرة تمر جانبية. كرة رياض حتيوش أمامكم على الصورة، مرت جانبية بعيدة شوية على مرمى الحارس سامي هلال. كرة أولى، هذه عادة للعملية الأخيرة. حتيوش كيما جات مرت بعيدة على مرمى الحارس سامي هلال. رياض حتيوش لاعب أيضا شوط في فريق الترجي التونسي، هذه المرة بأزياء فريق الاتحاد. شمس الدين الدوادي يرفع كرة عالية في اتجاه سيسوكو، تقطع الكرة ترجع من جديد لفئة الترجي الرياضي التونسي من الجهة اليسرى. تنفذ الكرة دوادي، تقطع العملية ترجع. طيب العملية من جديد 1-2 عملية الانفراد، لكن قبل الحارس تخرج سامي هلال يخلي الكرة تخرج 6 أمتار. بلال التبرقي أمامكم رقم 34 على الصورة. دقيقة في لقطة زايدة مع الحارس، هذه لقطة زايدة من التبرقي مع الحارس سامي هلال حارس فريق الترجي. اتحاد بن قردان يحاول الدخول مباشرة في المباراة. نفذ الكرة تقطع من جديد 1-2 وسط الميدان اللي فات اتحاد بن قردان. حسين شويه يحاول من جديد. طيب العمليه تبرقي التحذير، لكن الدفاعيه يقطع الكره عن طريق شمس الدين الذوادي من جديد، والحكم يزفر خطا لفئه الاتحاد في اللقطه والالتحام الاخير. حكم المباراه نصر الجوادي. هذه
لإعادة العملية الأخيرة. خطأ مرتكب من مدافع حسب تقديري، مدافع اتحاد بنغردان في اللقطة الأخيرة. تم اندفاع مفرط في العملية الأخيرة. هذا شوف الصعود، اندفاع و الحكم زفر خطأ لفئة فريق الاتحاد. كرة التحام في الصورة الأخيرة. عمار السويح الإطار الفني لفريق الترجي مازال يبحث عن التشكيلة. تجديد على مستوى الرصيد البشري. لطفي السبتي، خطأ لفئة اتحاد بنغردان. تنفذ الكرة في العمق توصل للمنجيد مرة أخرى، وكرة رياض حتيوش بعيدة. كرة لفئة الترجي الرياضي التونسي عن طريق سيميلل. هذا أمامكم على الصورة. رياض حتيوش تتجاوز الكرة وسط الميدان على التغطية، توصل حارس ناصر شعبان. ناصر شعبان حارس فريق الاتحاد. تتجاوز كرة وسط الميدان. دوادي حسين الراقد من جديد. الكرة فاتت اتحاد بنغردان 1-2. تغطية من دين وسط ميدان فريق سعد بكير. سعد بكير ترجع الكرة لفائدة الترجي ويربح ركنية في العملية واللقطة الأخيرة. الركنية لفائدة فريق الترجي. نلعبوا في 5 دقائق لعب في الشوط الأولاني من هذه المباراة. وركنية لفئة الترجي التونسي على يمين الحارس ناصر شعبان حارس فريق الاتحاد. تنفذ الكرة خليل شمام على مستوى القائم الأول. وركنية أخرى، الركنية الثالثة للاتحاد. عبد الله سيسوكو رقم 27 في تنفيذ الركنية. عبد الله سيسوكو ينفذ على مستوى القائم الاول بالراس، وشمس الدين الذواتي كورته تصطدم القائم الايمن. تتواصل العمليه خطيره بدأ الترجي من جديد. التحام داخل المنطقه والحكم نصر الجوادي زفر خطا. ثم خطا داخل المنطقه في العمليه الاخيره. كره افتتاح نتيجه لفئه الاتحاد من فئه الترجي عفوا عن طريق شمس الدين الذواتي بالراس من ركنيه. هذه اعاده سيسوكو ينفذ على مستوى القائم الاول. كره من شمس الدين الذواتي تنهال على القائم الايمن لحارس ناصر شعبان. اولى المحاولات الجديه والابرز الى حد الان في هذه المباراه. ناصر شعبان كورته في وسط الميدان من جديد. خطا لفئه الاتحاد في مناطق الترجي. هذا قرار حكم السيد نصر الجوادي. على الصوره بلال تبرقي كاساسي اليوم في تشكيله الاتحاد. كما قلت المدرب لطفي السبتي احدث بعض التغييرات على مستوى التشكيله الاساسيه بعد الجوله الفارطه. كره ثابته في تنفيذ العروسي البرقوقي. العروسي البرقوقي يستعد لتنفيذ الكره الثابته لفئه الاتحاد. اكيد ستنفذ في محور دفاع الترجي. تنفذ الكره من جديد. عمليه تقطع من الدفاع من دفاع الترجي. كرة للتماس من جديد. خليل شمام. خليل شمام علي المشاني. كرة طويلة في اتجاه عبد الله سيسوكو. طيب العملية لكن يخرج الحارس الناصر شعبان ياخذ كورته. طلب كرة في العمق لكن بنوع من التأخير
من مهاجم الترجي، لكن الحارس كان اسبق نصر شعبان. كرة طويلة ترجع لفئة توفيق الشيبي من جانب فريق الاتحاد. 1-2 توفيق الشيبي ترجع له كرة مع حسين الراقد. توفيق الشيبي ينتظر المساعدة، تجي كرة لكن تقطع من خليل شمام من جديد لفئة الترجي. رويدا حوار فضائي للكرة، وفي اللقطة الأخيرة الخطأ حسب إشارة المساعد الثاني محمد بيتوتا. كرة بيت الترجي، بداية لحد الآن تعتبر مرضية بالنسبة لفريق الاتحاد وكذلك الترجي. ترجع الكرة في وسط الميدان، بالتغطية دفاع الترجي لليمين، تقطع من جانب الاتحاد. طيب العملية، طلب كرة شمس الدين الذوادي في التغطية الدفاعية. 1-2 مع حسين الراقد، والخطأ خطأ لفئة الترجي ولفئة قائد الفريق حسين الراقد. كرة من الجهة اليمنى لخط دفاع الترجي، تنفذ طويلة في اتجاه للشمال لكن تقطع من العروسي البرقوقي. العروسي البرقوقي كورته في الدين الحارس سامي هلال. علي المشاني، علي المشاني كورته الطويلة خلال اتجاه خلال شمام، ترجع لفئة اتحاد بن قردان. طيب العملية تتواصل في وسط الميدان خلال القاسمي، توصل اليسار من جديد وتمس مهدي الورداني، يربح تماس في اللقطة الأخيرة. محمد أمين بإسماعيل الظهير الأيسر يرجع كرة، تتنفذ الكرة من رمية تماس، تقطع من الدفاع دائما لفئة الترجي، ترويض بالزر، حكم يشير إلى وجود خطأ. خطأ لفئة الترجي حسين الراقد. كرة آدم الرجيبي، سعد بقير، والخطأ يزفر الحكم في اللقطة الأخيرة لفئة سعد بقير. مخالفة أخرى لفئة فريق الترجي في مناطق الاتحاد. يمشي للكرة خليل شمام، خليل شمام على الكرة في تنفيذ الكرة الثابتة. خليل شمام يرفع كرة على مستوى القائم الثاني، يخرج الحارس. هناك خطأ مرتكب في اللقطة والعملية الأخيرة. علي المشاني في حوار مع الحارس ناصر شعبان. إذ إعادة العملية الأخيرة، خروج الحارس، اندفاع مع المشاني. والكرة في العملية الأخيرة معاش الحارس مس المدافع وإلا لا في الإعادة. لقطات الحقيقة نقول زايدة إذا كانت موجودة من الحارس ناصر شعبان. تتنفذ الكرة، تتجاوز وسط الميدان. حوار وسط الميدان إلى حد الآن لم يحسم لا من الترجي ولا من فريق الاتحاد الرياضي بن قردان. كرة رجيبي، طيب العملية من جديد سعد بقير، حسين الراقد اليسار في اتجاه خليل شمام، خليل شمام، حسين الراقد، عبد الله سيسوكو، خليل شمام يطلب الكرة من الجهة اليسرى، توصل الكرة. طيب العملية عبد الله التحضير، ادم الرجيبي كمان جديد ترجي في عكس الهجوم، والكرة توصل حارس ناصر شعبان. ترجي في العملية الأخيرة حاول
البحث عن الثغرة. ترجع الكرة لفئة أمين عباس. مهدي الورتاني، محمد أمين بن اسماعيل. طيب العملية تبرقي اليسار في اتجاه رياض الحتيوش، يرفع الكرة، التحضير والتصويبة الأخيرة من توفيق الشيبي، غاب عنه التأثير. هذه عادة توفيق التوغل من رياض حتيوش، كرة عرضية والتصويب حقيقة كان بإمكانه استغلال العملية أفضل وأحسن. كرة تتجاوز وسط الميدان، ترجع تبرقي. طيب العملية توفيق الشيبي، رياض حتيوش، الشيبي يحاول يتحرك. طيب العملية توفيق الشيبي ياسر، تمريرته عمل لازم تعمل، لكن التمرير كرة كانت قوية شوية على رياض حتيوش، ما نجمش يخلط عليها. قربنا من 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والتعادل السلبي سمر مقابل سمر بين الفريقين، بين اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي. مباراة مفتوحة إلى حد الآن هجوميا من حين إلى آخر، كل فريق يعني يحاول البحث عن الثغرة في دفاع منافسه. خليل شمام بيعطي الكرة برمية تماس، خليل شمام، حسين الراقد، شمام يربح تماس، توفيق الشيبي بعد لمس الكرة، ساق المدافع او اللاعب المحوري حسين الراقد، نفذ الكرة مهدي الورتاني، تمشي كرة محمد بن اسماعيل، رمية تماس محمد امين بن اسماعيل في عدت الكرة برمية تماس لفئة الاتحاد الذي بن قردان. كرة طويلة في اتجاه رياض حتيوش بالراس، شمس الدين الذوادي، حسين الراقد يظن نفسه انه في موقع تسلل. ترجع كرة سعد بكير من جديد، ما توصلوش رجيبي، يربح فريق الترجي رمية تماس. علي المشاني تقطع الكرة من العروسي البرقوقي، طيبة من جديد لفئة الترجي، حكم يزفر خطأ هذه المرة على صلال الجوادي ضد أمين عباس. هذه عادة العملية الأخيرة حسب تقدير حكم المباراة سيدنا صلال الجوادي، خطأ على المدافع أمين عباس في العملية واللقطة الأخيرة ضد مهاجم فريق الترجي الرياضي التونسي. كرة لفئة الترجي في مناطق الاتحاد، قدام الكرة سعد بكير وادم الرجيبي، كرة ثابتة أخرى تقطع العملية.
ترجع معاكسه لفات الرياض حتيوش، توصل مباشره تطبيق الشابي من تغيير وسط اللعب لليمين. طيب العمليه ما توصلش تبرقي، كانت تكون خطيره لفئات هجوم الاتحاد، لكن شمس الدين الذوادي في التغطيه. ترجع من جديد سعد بقير، يبقى ملقى ارضيه الميدان. ترجع الكره في الاتحاد والتغطيه الدفاعيه من ايهاب المباركي. الظهير الايمن تتنفذ الكره تطبيق الشيبي، لكن تقطع الكره. رياض حتيوش باتجاه تبرقي، دفاع يتدخل من جديد، دفاع الترجي التونسي حاسم في كل الكرات. ترجع الكره من دفاع جانب دفاع الاتحاد. كره ترجع لبيت الترجي، ما تمش خطا بسرعه من جديد في وسط الميدان. كره ترجع لفئات الترجي عن طريق علي المشاني. علي المشاني رويدا ترجي يعني يحاول اكثر منكم تأدية اللعب، اعتماد الهجمه المركزه. يعرف انه فريق الاتحاد مندفع نفسانيا من اجل مباغاه فريق الترجي. شمس الدين الذوادي يرجع بالكره لتعليل مشاني، لاعب السابق لدي بنزرتي. ترجع من جديد ايهاب المباركي ولا خطا؟ حكم نصر الجوادي يعطي مكان التنفيذ. ما توصلش الى خليل شمام. توفيق الشابي، مهدي الورتاني. ترجع لفات الترجي. رياض حتيوش حاول يتعدى فكرة طيبة، لكن التغطية متفتت خد دفاع الترجي. كرة طويلة في اتجاه تاع الخنيسي، متوسط هجوم فريق الترجي. فالتغطية أمين عباس بسرعة، محمد طارق الخنيسي في اتجاه ادم الرجيبي، حاول يتعدى من جديد. كل الكرات تم قطعها من جديد. حسين الراقد اليسار في اتجاه خليل شمام. يربح فريق الترجي التونسي رمية تماس في مناطقس. سعد بقير يرجع خليل شمام من جديد. كرة بفئة الترجي، ادم الرجيبي يغير مكانه. جايبي سيسوكو. طيب العمليه 1-2 ما توصلش كره. سعد بقير، حسين الراقد في التغطيه. توفيق الشيبي حاول يتعدى. طيب العمليه من جديد، فكره طيبه. ما زالت الكره التحضير على خط منطقه 18. من لاعبين فريق الاتحاد. يرجع الكرة في وسط الميدان. الرجيبي حاول يتعدى انفراديا ما نجمش. كرة لا تمس. امامكم بلال التبرقي. رمية تماس تنفذ الكرة من ايهاب المباركي اتجاه شمس الدين الذوادي. كرة توصل اليسار علي المشاني. خليل شمام لكن في التغطية دفاع الاتحاد عن طريق العروسي البرقوقي. امامكم على الصورة يقطع الكرة. كرة كما جات لكن رفع راية من المساعد الثاني محمد بيتوتا. كرة خرجت للتماس، تبقى لفئة طريق باب سويقة الترجي. خليل شمام من الجهة اليسرى.
نفذ الكرة طه الخنيسي لكن التغطية الدفاعية. طيب العملية رياض الحتيوش يستنى شكون يجي يمشي التبرقي. ترجع الكرة محمد امين بن اسماعيل الى مهدي الورتاني. محمد امين بن اسماعيل امين عباس. طيب العملية في وسط الميدان ورتاني مهدي الورتاني في اتجاه ياسين بوبلغا كما جات تقطع لفائدة الترجي سعد بقير. طيب العملية في اتجاه الرجيبي ما تعدش كل الكرات تم قطعها للمهاجم ادم الرجيبي القادم ايضا من نادي بنزرتي. سعد بقير سعد بقير في وسط الميدان ينتظر شمس الدين الذوادي في المعارضه والمسانده. يجيه سيسوكو في اتجاه ايهاب المباركي. ايهاب المباركي لكن خطا الله خطا في العمليه واللقطه الاخيره من رياض حتيوش يمشي يعتذر. هذه لقطه معبره بالحقيقه روح رياضيه عاليه. شكرا لرياض حتيوش يمشي يطمئن على صحه زميله. هذه عاده واللقطه الاخيره كانت مقصوده بالحقيقه لكن الاجمل هو الاعتراف بالخطا على مستوى انه توجه للاطمئنان على صحه اللاعب. كره اللي فاتت الترجي التونسي على الصوره سعد بقير. سعد بقير كورته تمشي وسط الميدان. كوبالي يرجع الكره اليسار خليل شمام من جديد 1-2. طيب العمليه 1-2 طلب كره كانش يعني كما يجب. قربنا من 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من لقاء اتحاد بن قردان الترجي التونسي والتعادل السمر مقابل سمر بين الفريقين. تعادل سلبي من حين إلى آخر يعني شفنا بعض المحاولات من كلا الفريقين من جانب الاتحاد وكذلك من جانب فريق الترجي لكن الشباك لم تهتز إلى حد الآن. سعد بقير كرة في وسط الميدان. الترجي كما قلت يحاول اعتماد الهجوم المعاكس. سعد بقير تقطع العملية من ياسين بوفلغة من جديد في اتجاه تبرقي توصل له الكرة الخطأ. عملية دفع من طبيعة الحال حسين الرقد قائد فريق الترجي على المهاجم بلال التبرقي. هذه فيها خطأ ضد حسين الرقد واللي فائت مهاجم الاتحاد بن قردان. ترجع الكرة حسنا شوية لكن تقطع من خليل شمام في عكس الهجوم. ترجع اليسار ادم الرجيبي. طيب العملية ما توصلش. كرة ولا مرة جانبية. كرة من الخنيسي. العملية الأخيرة انطلقت من أقدام خليل شمام والخنيسي في اختتام العملية كورته مرة جانبية لمرمى الحارس سامي هلال. ترجع الكرة في فريق الترجي التونسي. من جديد في الترجي التونسي. حسين الراقد علي المشاني. حسين الراقد في اتجاه شمس الدين الذوادي. حسين الرقد عملية البناء الهجومي
لفريق الترجي. ترجع الكرة رجيبي، ديما رجيبي في اتجاه المباركي، لكن هناك رفع راية من المساعد. عملية تسلل وثم تدخل من حارس ناصر شعبان. الحقيقة مش لازم باش نشاهدوا الصور هذه، الحقيقة ماناش في حاجة لمثل هذه الصور اللي قاعدين نشاهدوا فيها. على ما اعتقد يعني ملاعبية الترجي احتاجوا على الحارس ناصر شعبان في اللقطة الأخيرة على مستوى التدخل نتاعو مع مهاجم الترجي. هذه إعادة العملية الأخيرة. زيدة حقيقة من ناصر شعبان، يعني حارس ممتاز كرويا وأيضا ممتاز فنيا. زيدة اللقطة من ناصر شعبان، هذه إعادة على المهاجم، هذه إعادة العملية في الحقيقة. زيدة من ناصر شعبان في اللقطة الأخيرة على مدافع إيهاب المباركي، تدخل كان عنيف. زيدة في الحقيقة كما قلت التدخل الأخير، يعني هذاك علاش لاعبية الترجي احتجوا على ناصر شعبان. ثم يعني هذه الصور كما قلت هدأت الأمور الحمد لله، والعملية كما قلت حوار بين الحارس بقية زملائه ناصر شعبان. هذه جماهير الترجي أيضا الحاضرة هنا في هذه المباراة، أجواء رياضية طيبة الحقيقة فوق المدرجات. تدخل كان زيد هو ربما يعني خلق تشنج، حوار بين حسين راقد ومن الحارس، يعني حكم المباراة سيد ناصر الجوادي. كيف قلت يعني الأمور هدأت والحمد لله. إذن ستعود المباراة بضربة مخالفة أو تسلل. ناصر شعبان عمل لقطة أولى زايدة، الثانية أيضا كانت زايدة، والثالثة بالحقيقة كانت اختيارها على صحة لاعب إيهاب المباركي. الحمد لله لاباس، رجع المباركي باش يرجع بعد شوية أمامكم على الخط قاعد تشوف فيه رقم 24 سيد ناصر الجوادي حكم المباراة مع قائد الفريق حسين راقد. واحدة وثلاثين دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. سيد ناصر الجوادي يحكي مع المدرب السيد لطفي السبتي، وكذلك أحد أعوان الأمن الإطارات الأمنية على مستوى التنظيم، خاصة بالنسبة للناس الموجودة يعني ما عندها حتى يعني صفة. إذا الكرة ستعود بتسلل لفئة الاتحاد، توصل الكرة من الجهة اليسرى آدم الرجيبي، كرة خليل شمام من جديد يربح فريق الترجي رمية تماس، كرة ضاعت من سعد بكير. يرجع إيهاب المباركي لمساندة بقية زملائه، كرة طويلة فالتغطية عليه المشاني إلى حارس مرماه سامي هلال، كرة طويلة التغطية من دفاع فريق الاتحاد شوية. سعد بكير بالقدم إلى حسين الراقد إلى إيهاب المباركي عبدو ليس سكون، لكن التغطية كرة تماس لفئة فريق الاتحاد بن قردان.
محمد امين اسماعيل الظهير الايسر لفريق الاتحاد في عدة الكره برمي التماس. تتنفذ الكره حسين الراقد في التغطيه من جديد. تماسي في الاتحاد تعادل مازال قائم 0 مقابل 0 بين الفريقين. نفذ الكره رياض حتيوش ترجع لفات الاتحاد. كره كيما جات مقطع ادم رجيبي يرجع للمناطق الخلفيه لياخذ الكره من جديد. حسين الراقد الى خليل شمام. علي المشاني كره خليل شمام ادم رجيبي ما توصل سعد بكير. خليل شمام طيبه العمليه في اتجاه ادم رجيبي ينطلق من الجهه اليسار. ياسين بوفلغه في التغطيه 6 امتار. ياسين بوفلغه في التغطيه ينجح في قطع الكره وتبقى 6 امتار لفائده فريق الاتحاد الذي بن قردان. امامكم ادم رجيبي كما قلت يحاول الانطلاق من خلال الاعتماد على السرعه نتاعو. حاول في اكثر من مره لكنه لم ينجح الى حد الان باختراق دفاع فريق الاتحاد بن قردان. كره تتنفذ من ناصر شعباني كورتو الى سعد بكير. مقطع توفيق الشيبي محمد امين اسماعيل. التغطيه من دفاع الترجي. كره في وسط الميدان حسين الراقد عبد الله سيسوكو لكن الكره يربح من خلالها خطا مهاجم الترجي حسين الراقد. نصر الله الجوادي حكم المباراة. إيهاب المباركي في تنفيذ الكرة في اتجاه تاع الخنيسي في دين الحارس نصر شعبان. كرة تتجاوز وسط الميدان ترجع إلى مهدي الورتاني من جانب فريق الاتحاد من قردان. أمين عباس توفيق الشيبي مع حسين الراقد. إيهاب المباركي كورته الطويلة في اتجاه عبد الله سيسوكو لكن توصل من جديد للحارس. كرة عالية في وسط الميدان. حكم يشير مسات اللعب ما ثماش خطأ. يرجع الحكم نصر الله الجوادي ويزفر خطأ. حقيقة مباراة صعبة على زوج فرق سواء بالنسبة لفريق اتحاد بن قردان أو بالنسبة للترجي. إذ عاد العملية الأخيرة تدخل في خطأ على المهاجم من المدافع أمين عباس على الكرة. أمين عباس كرة توفيق الشيبي أو حسين شوية. ياسين بوفلغة يربح تماس. لا كرة تجاوزت الخط النهائي للتماس تبقى للكرة للترجي. حسين الراقد في وسط الميدان. علي المشاني يرجع بالكرة لسامي هلال. من جديد علي المشاني الخنيسي في اتجاه سعد بكير طيب العملية ويخرج الحارس قبل المهاجم رجيبي. كرة كانت اختيرة لاعبية الترجي حاولوا يخرجوا لاعبية الاتحاد من مناطقهم ثم اعتماد الكرة السريعة ترجع لفئة الترجي. كرة من اليمين إيهاب المباركي
رويدا للتماس. إيهاب المباركي الظهير الايمن لفريق الترجي في تنفيذ واعاده الكره بين التماس. سيسوكو في اتجاه الخريسي. طيب العمليه، حكم يزفر ما ثماش خطا، يعلن مواصله اللعب في اللقطه الاخيره باعتبار ان لاعب الترجي كانت يعني يطالب بوجود خطا مرتكب عليه. ترجع الكره دائما لفئه الترجي. علي المشاني، شمس الدين الذودي، كرة إلى آدم الرجيبي، حاول يتعدى لكن العروسي البرقوقي يلمس الكرة باليد، يربح الترجي مخالفة أخرى، كرة ثابتة أخرى لكن هالمرة بالجهة اليسار. حسين الراقد في اتجاه عبد الله سيسوكو، توصل لمباركي ورمي التماس، ترجع هذه المرة لفئة فريق الاتحاد. سعد بكير، كرة في وسط الميدان من جديد، فالتغطية العروسي البرقوقي قبل ادم الرجيبي بسرعة، ينفذ الكرة بسرعة ادم الرجيبي. كما قلت الترجي في يحاول عندما الكرة توصل للرواق الايمن او الايسر يعتمد السرعة في التمرير. كرة للتماس من جديد لفئة الترجي. الترجي يعني احسن وافضل في الدقائق الاخيره على مستوى التمركز، على مستوى التمريرات. فريق اتحاد بن قردين يعرف قيمه الترجي ويعرف خاصه القيمه الفنيه والتكتيكيه لفريق الترجي التونسي، ولو انه الترجي مش في افضل واحسن حالاته. ترجع الكره من جديد لفئه الترجي التونسي، توصل الكره للرجيبي، ادم الرجيبي تعدى لكن تقطع من جديد في اتجاه رياض حتيوش لكن تقطع العمليه. حسين الراقد، ما توصلش الكره لسعد بكير. رياض حتيوش، كره للتماس. نلعب وإياكم في الخمس دقائق الأخيرة من عمر الفترة الأولى بين اتحاد بن قردان والترجي التونسي، والتعادل 0-0 بين الفريقين. مخالفة أخرى في الترجي حسين الراقد. – 40 دقيقة لعب كما قلت إلى حد الآن، والتعادل مازال اللي يحكم نتيجة الفريقين على مستوى التعادل السلبي. هناك خطأ يشير حكم المباراة. نصر الله الجوادي لفئة فريق الترجي من الجهة اليسرى لخط هجومه، الجهة اليمنى لخط دفاعه. إعادة العملية واللقطة الأخيرة. ادم الرجيبي في تنفيذ الكرة الثابتة، والخطأ لفائدة الترجي على يمين الحارس ناصر شعبان. تبقى الكرة الثابتة خطيرة من جانب الترجي. تنفذ الكرة على مستوى القائم الثاني، يخرج الحارس، يخرج الحارس ناصر شعبان بسرعة. تبرقي يحاول يتعدى، تقطع من جديد لفائدة الترجي التونسي، وهناك خطأ يقول حكم لفائدة الاتحاد بن قردان. خطأ لفائدة فريق الاتحاد. كرة في مناطقه، يرفع كرة عالية، سعد بكير، خليل شمام حاول يتعدى، ادم الرجيبي، حسين الراقد، علي المشاني، شمس الدين الذودي،
الكرات القصيره من جانب فريق الترجي يعني والبناء الهجومي ينطلق من المناطق الخلفيه. كما قلت الترجي يحاول يخرج لاعبيه الخط الخلفي لفريق الاتحاد من مناطقهم. ترجع الكره خليل شمام والتماس. كرة تنفذ بسرعة تبقى دائما لفئة الترجي. من جديد التدخل في العملية الأخيرة والحكم يشير إلى وجود خطأ. هذه إعادة العملية الأخيرة، يعني في الحقيقة اندفاع بدني في اللقطة الأخيرة من جانب لاعب فريق الاتحاد والإنذار. مهدي الورتاني ينظر الحكم سيد نصر الجوادي في تدخل الأخير. قدام الكرة حسين الراقد، سعد بكير باتجاه شمس الدين الذوادي. شمس الدين الذوادي خليل شمام يربح ركنية، يربح ركنية في العملية واللقطة الأخيرة. كرة أخرى لفائدة الترجي وركنية أخرى بالأحرى لفائدة الترجي. عبد الله سيسوكو في تنفيذ الكرة الثابتة والركنية. حوار داخل منطقة 18. عبد الله سيسوكو يرفع كرة على مستوى القائم الأول، ترجع من دفاع فريق الاتحاد من مهدي الورتاني. فالتغطية حسين الراقد. حقيقة حسين الراقد إلى حد الآن قائم بدوره كما يجب. كرة تقطع من دفاع فريق الاتحاد وتحديدا محمد امين بن اسماعيل. ترجع له كره الظهير الايسر بن اسماعيل تبارقي. طيب العمليه رميه تماس لفئه اتحاد بن قردان في مناطقه، او الحكم يشير لوجود خطا في اللقطه الاخيره. خطأ لفئة فريق الاتحاد في مناطق الترجي. هذه إعادة للعملية الأخيرة. العنوسي البرقوقي في تنفيذ الخطأ لفئة فريق الاتحاد. كرة ثابتة تتنفذ على مستوى القائم الثاني بالراس. طيب العملية وكرة اللاعب مهدي الورتاني مقصته مرت بجانب مرمى الحارس سامي هلال. 3 دقائق إضافية يرفعها من الحكم الرابع سيد فتحي بن علي. هذه إعادة ياسين بوفلغة بالراس. كرة وحسن شوية كورته مرت قريبا من مرمى الحارس سامي هلال. كرة أخرى خطيرة من خط هجوم فريق الاتحاد. مقابلة إلى حد الآن متكافئة متعادلة على مستوى حجم الفرص والمحاولات الهجومية. كرة ترجع من خليل القاسمي. صراع في منطقة وسط الميدان، الحكم يعطي الأولوية والأسبقية في العملية الأخيرة. ترجع آدم رجيبي. آدم رجيبي كورته طويلة في اتجاه الخريسي لكن يخرج الحارس. يخرج الحارس ناصر شعبان ياخذ كورته. قلت الشوط الاول في الحقيقه متكافئ متعادل على مستوى حجم الفرص من حيث اللعب. يعني البدايه كانت قويه من جانب اتحاد بن قردان، ثم الترجي خذا الاسبقيه على مستوى التمركز ويعني البناء الهجومي، لكن ما حدثش خطر حقيقي على دفاع فريق الاتحاد باستثناء كره المدافع شمس الدين الذوادي من الركنيه استدمت وانهالت على القائم الايمن للحارس نصر شعبان. ترجع الكره دائما في الترجي. حسين الراقد سعد بكير التدخل في العمليه الاخيره من خليل القاسمي على سعد بكير والخطا. تتنفذ الكره بسرعه. سعد بكير كره من جديد ادم رجيبي تقطع من حسن شويه وترجع لفائده الترجي لفائده اتحاد بن قردان. محمد امين اسماعيل
كورته لا تمس. التركيز في بعض الأحيان يغيب عن لاعبية الاتحاد بن قردين، وهذه ربما النقطة الوحيدة السلبية واللي تم ملاحظتها خلال هذا الشوط الأول. بإمكانه تقديم أداء أفضل فريق الاتحاد. ترجع الكرة من جديد والخطأ من جانب لاعب الترجي، ارتكب الخطأ في اللقطة الأخيرة. العروسي البرقوقي، العروسي البرقوقي يرفع كرة تتجاوز وسط الميدان، التغطية شمس الدين الذوادي من جديد، لمسة يد تنفذ الكرة بسرعة، ترجع من رياض حتيوش، تقطع ترجع لبيت الترجي من جانب سعد بكير إلى حسين الراقد. وفي هذه الآونة بالضبط حكم المباراة مشاهدينا الكرام نصر الله الجوادي أمامكم على الصورة يعلن نهاية أحداث ومجريات الفترة الأولى من لقاء اتحاد بن قردين وضيف الترجي التونسي على نتيجة التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. التقي وياكم مشاهدينا الكرام مع بداية الشوط الثاني من هذه المباراة. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد الى هذا الاستوديو التحليلي الخاص بمباراه اتحاد بن قردين وترجي. مشاهدينا الكرام طابت اوقاتكم جميعا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على مستوى النقل المباشر في هذه المباراة حساب الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين فريق اتحاد بن قردين وطبعا ضيفه الترجي الرياضي التونسي. شوط أول انتهى على نتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين. شوط الحقيقة كان متعادل متكافئ بين الزوز فرق بين الاتحاد والترجي. سيطرة كانت وخلق الفرص كانت في البداية لفريق الاتحاد، ثم رويدا الترجي التونسي يعني خاصة بفضل حسن التمركز ويعني البناء الهجومي المركز اللي يعتمده فريق الترجي تمكن من السيطرة الميدانية، وتم من خلال ذلك يعني خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل. يبقى ابرزها الكرة الرأسية لشمس الدين الذوادي اللي انهالت على القائم الايمن لحارس فريق الاتحاد الناصر شعبان. كما قلت شوط اول كان متكافئ متعادل بين الفريقين، اجواء في الحقيقه نقول رياضيه بحته، جمهور غفير وغفير جدا يتابع هذه المباراه. فالانتظار يعني امامكم لاعب الترجي رقم 8 ادريس المحيرسي يستعد للدخول مع بدايه الشوط الثاني من هذه المباراة. كما قلت لاعبية الترجي موجودين يعني على أرضية الميدان في انتظار أيضا دخول لاعبية الاتحاد في بداية الشوط الثاني. نصر الله الجوادي طاقم تحكيم مباراة صحبة مجد رحومة كمساعد أول، محمد بيتوتا مساعد ثاني، وفتحي بن علي كحكم مرابع يدخل أيضا أرضية الميدان. كما قلت ننتظر وياكم الأهداف في هذا الشوط الثاني. تبقى المتعة والفرجة يعني في كرة القدم. الأهداف بالنسبة للحاضرين هنا والمشاهدين بالنسبة لمتابعينا طبعا في هذه المباراة. كما قلت شوط أول انتهى على نتيجة تعادل. أحداث ومجريات الشوط الثاني ستنطلق بعد قليل في هذه المواجهة أقول التاريخية بالنسبة لاتحاد بن قردين، وهي الأولى على مستوى البطولة بين زوز فرق. نذكر اللي سبق زوز فرق اتحاد بن قردين والترجي تقابلوا في كأس تونس، زوز مقابلات فارطة، واحدة في الربع النهائي ضد فريق الترجي، والترجي انتصر 1-0، واحدة في الثمن النهائي ايضا الغلبة كانت لفريق باب سويقة هدفين مقابل 0. ديريس المحيرسي اذا رقم 8 ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق الترجي الرياضي التونسي. سننتظر وياكم مكان من هذا المكان. اعتقد عبد الله سيسوكو يخرج، عبد الله سيسوكو يخرج ويدخل اذا اللاعب ادريس المحيرسي. اذا تغيير على مستوى تشكيلة الترجي، خروج سيسوكو ودخول ادريس المحيرسي، اعطاء دفع هجومي
كلاعب ثاني بالنسبة لفريق الترجي. إذا انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة بين الاتحاد وفريق الترجي الرياضي التونسي. نذكركم بنتيجة التعادل واللي فات عليها المباراة في الشوط الأول. ترجع الكرة لفات الاتحاد في من الجهة اليمنى لخط هجومه في تنفيذ رمية التماس اللاعب العروسي البرقوقي. العروسي البرقوقي ترجع الكرة من جانب الترجي عن طريق كوليبالي. علي المشاني من جديد الكرة من خليل القاسمي. تماس لفات الترجي عن طريق الظهير الايسر. الشوط الاول كان محترم بالنسبه للاعب خليل القاسمي. تنفذ الكرة من جديد لفئة فريق الاتحاد. امين عباس مباشرة للتماس. امين عباس يخرج كرة للتماس. ترجع الكرة رمية التماس من الجهة اليسرى من جديد. ترجع الكرة رمية التماس للجهة اليسرى لفريق الترجي التونسي. خليل شمات تنفذ الكرة من ادم رجيبي في اتجاه مرمى الحارس ناصر شعبان دون مشكل ودون خطر حقيقي على الحارس ناصر شعبان. ادم رجيبي امامكم مع الصورة رقم 19. تنفذ الكرة 6 امتار تجاوز وسط الميدان. كوليبالي في التغطية. ترجع خطأ هذه المرة لفريق الاتحاد. امين عباس. امين عباس يرفع كرة طويلة في اتجاه رياض حتيوش. رياض الحتيوش يربح تماس. تنفذ الكرة بسرعة. تقطع من شمس الدين الدوادي في التغطية. محمد امين اسماعيل. رياض حتيوش من جديد ورتاني باتجاه شويه لكن ترجع الكره. شمس الدين الدوادي. حسان شويه يربح تماس فريق الاتحاد في منطقه الترجي. ترجع الكره خليل القاسمي في التغطيه من جديد شويه بالراس. حسين الراقد العلامة المضيئة في تشكيلة الترجي في هذه المباراة الحقيقة اللي قاعد يقدم في أداء أكثر من ممتاز. من جديد الكرة لفائدة الترجي. خليل شمام. خليل شمام من الجهة اليسرى. ترجع الكرة. طيب العملية من جديد توفيق الشيبي. توفيق الشيبي يصوب الحارس. توفيق الشيبي بمجهود فردي ممتاز كاد يغلط الحارس سامي هلال. هذه عادة العملية الأخيرة ممتاز جدا سامي هلال بقطع الكرة كانت في اتجاه الشباك. كرة خطيرة من جانب الاتحاد بن قردان. توفيق الشيبي أمامكم على الصورة يرفع كرة. تغطية دفاعية من جديد لفريق الاتحاد. من جديد خليل القاسمي ويخرج الحارس. يخرج الحارس سامي هلال في قطع الكرة. تمشي خليل شمام أو ادريس المحيرسي. ادريس المحيرسي يتعدى ويربح خطأ في العملية والأخيرة. يربح خطأ ادريس المحيرسي. تتنفذ الكرة بسرعة لفئة الترجي. تقطع من جديد سعد بكير. طيب العملية المحيرسي ممتاز جدا.
كرة في وسط الميدان، شمس الدين الذوادي يرجع بالكرة لحارس مرماه سامي هلال. خليل شمام في اتجاه كوليبالي. كوليبالي ترجع لفات اتحاد بن قردان. طيب العملية، تسلل 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 في العملية الأخيرة. كرة تتوصل لفات الترجي من جديد. ادريس البحيرسي يسدد، كورته عالية فوق المرمى. ادريس البحيرسي امامكم على الصورة، دخل مع بداية الشوط الثاني. كرة 6 امتار لفئة الترجي الرياضي الاتحاد بن قردان. عفوا اللقطة الأخيرة كانت من جانب هجوم الترجي. تماس هذه المرة لفئة فريق الاتحاد. كرة من العروسي البرقوقي. علي المشاني في التغطية. تماس من جديد. قلت مباراة صعبة حقيقة على زوج فرق، على الترجي وكذلك على فريق الاتحاد. ترجع كرة شوية، يرفع كرة على مستوى القائم الثاني. 6 امتار. حسان شوية امامكم على الصورة، الرقم 22 في عملية كانت من الجهة اليمنى، ضاعت. سعد بقير تقطع الكرة، يرجع الحكم للخطأ. يرجع الحكم للخطأ في اللقطة الأخيرة. خطأ بطبيعة الحال باش يكون هذه المرة في الترجي. تنفذ الكرة سعد بقير لليمين، يرجع حوار بين الحكم خنيسي ومحمد أمين بن اسماعيل. حقيقة ماذا بينا تهدأ الأمور. هذه فكرة جمهور الترجي كما قلت الحاضر بأعداد محترمة في هذه المباراة. تنفذ الكرة بسرعة، ترجع الكرة لفئة خليل شمام. خليل شمام من جديد، كرة تقطع. حقيقة ثم عامل مهم هو أنه بالنسبة للترجي نقطة أخرى في الحقيقة قاعد نشاهدوا فيها أنه وربما عملية التعامل مع الأرضية الاصطناعية قلقت نوعا ما من لاعبية الترجي التونسي في هذه المباراة. كرة تقطع من دفاع فريق الترجي. ترجع الكرة بسرعة لفائت فريق الاتحاد من الجهة اليسرى. يربح تماس من جديد في التغطية كوليبالي. كرة محمد أمين بن اسماعيل في اتجاه بلال التبرقي. بلال من الجهة اليسرى يحاول يتعدى، يربح تماس فريق الترجي. عمار السويح مدرب فريق الترجي الرياضي التونسي. كرة تخرج رمية تماس
محمد امين بن اسماعيل. سيد لطفي السبتي، توصيات متواصله. برقه يرفع كره على مستوى القائم الثاني، والركنيه وركنيه وركنيه لفريق الاتحاد في تنفيذها. توفيق الشيبي يستعد لتنفيذ الكره، ينفذ، تواصل الكره العمليه. برقوقي توصل هذه المره، حسين شويه يرفع كره على مستوى القائم الثاني. امين عباس من جديد يفات الاتحاد، لكن الترجي التونسي يقطع الكره. الخنيسي يحاول توغل انطلاق من الجهه اليمين. الخنيسي التحام داخل المنطقه، حكم يشير بمواصله اللعب، وثم ضربه جزاء باعتبار انه المساعد الثاني محمد بتوتا على ما اعتقد هو اللي اخذ القرار. المساعد الثاني فتحي محمد بتوتا هو اخذ القرار لإعادة العملية الأخيرة. الخنيسي يدخل منطقة 18 معاه المدافع. دقيقة بين الالتحام وبين يعني المهاجم، يعني مندفع. المساعد الثاني محمد بتوتا ياخذ قرار. هذه إعادة العملية الأخيرة بالصور البطيئة كما قلت بين الالتحام وبين اللاعبي. ربما يبحث على الكرة المدافع والمهاجم، يعني القرار هنا صعب في اللقطة هذه، والقرار كان محمد بتوتا هو اللي اخذ القرار. المساعد الثاني هو اللي اخذ قرار ضربة الجزاء لفائدة الترجي الرياضي التونسي. نلعب في 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني. الخنيسي يتوغل والالتحام داخل المنطقة كما قلت. المساعد محمد بتوتا اخذ قرار ضربة الجزاء في العملية واللقطة الأخيرة. ضربة الجزاء لفائدة الترجي الرياضي التونسي. ضربة الجزاء لفائدة الترجي التونسي. طه الخنيسي سيتولى تنفيذ ضربة الجزاء لفائدة الترجي التونسي. طه الخنيسي يستعد لتنفيذ ضربة الجزاء لفائدة الترجي الرياضي التونسي. ناصر شعبان ينفذ، والهدف على الهدف الاول لفائدة الترجي الرياضي التونسي. طه الخنيسي ينجح في افتتاح النتيجة لفريق الترجي الرياضي التونسي من ضربة جزاء. ينجح فريق الترجي الرياضي التونسي من خلال ضربة الجزاء في افتتاح النتيجة 1-0. لفائدة فريق الترجي. إذا لفائدة الترجي الرياضي التونسي بعد ضربة جزاء نجح في تحويلها إلى هدف طه الخنيسي. إذا تتغير وتتحول النتيجة، تصبح 1-0. هذه فرحة جماهير الترجي بالهدف إلى حد الآن. ننتظر وإياكم يعني كيفاش بيكون رد فعل فريق الاتحاد بعد هذا الهدف. ترجع الكرة من خليل القاسمي، يرفع كرة طويلة. تبرقي تقطع الكرة من علي المشاني. رمية تماس، رمية تماس لفائدة فريق الاتحاد. إعادة العملية الأخيرة واللي طالب من خلالها من فريق الاتحاد بضربة خطأ.
في اللقطة الأخيرة. حقيقة ضربة جزاء كان احتج عليها فريق الاتحاد في اللقطة والعملية الأخيرة. الإسعاف، إطار الطبي لفريق الاتحاد يدخل لعملية الإسعاف الأولية عشان يقوم المهاجم لاباس، مهاجم فريق الاتحاد بن قردان بلال التبرقي. إذا رمية تماس لفائدة فريق الاتحاد، رمية تماس لفائدة فريق الاتحاد بن قردان. تولى تنفيذها لعروسي البرقوقي، لعروسي البرقوقي يرفع كرة شوية بالراس من جديد، تقطع من الدفاع في اتجاه توفيق الشيبي. توفيق الشيبي يربح ركنية، بحث عن ركنية في العملية الأخيرة، يربح ركنية في تنفيذها لعروسي البرقوقي. لعروسي البرقوقي يرفع كرة على مستوى القائمة الأولى، التغطية الدفاعية ترجع ديريس البحيرسي، يحاول ينطلق، التغطية الدفاعية من جانب فريق الاتحاد. حسين شوية، حسين شوية ما يتعداش، خليل شمام يربح خطأ في اللقطة والعملية الأخيرة. خطأ لفئة فريق الترجي التونسي مرتكب على المدافع خليل شمام. عملية الدفع واضحة في العملية الأخيرة. كرة تخرج 6 أمتار. تنفذ الكرة حكم يشير لوجود خطأ في العملية الأخيرة لفريق الاتحاد الذي بن قردان. محمد بن اسماعيل يرفع كرة ترجع من جديد، دفاع يتدخل، خطيرة العملية على الدفاع الترجي. اتحاد بن قردان يبحث على التعادل في هذه المباراة. والخطأ، الخطأ في العملية واللقطة الأخيرة، الخطأ لفئة فريق الاتحاد بن قردان قريبا من منطقة ال 18. عملية الدفع، كرة من جديد، كرة ثابتة في تنفيذ الكرة الثابتة رقم 15 تعرس البرقوقي من جانب اتحاد بن قردان. فريق الاتحاد يبحث للعودة على مستوى النتيجة في أسرع وقت. العروسي البرقوقي ينفذ كرة في اتجاه المرمى، تصويب والستة أمتار. كرة كانت اختيرها بالحقيقة، كرة كانت اختيرها، متابعة من مهدي ورتاني أمامكم الصورة، كرته بعيدة على مرمى الحارس سامي هلال هذه، لكن العملية الحقيقة في بدايتها كانت خطيرة، كانت باغت الحارس سامي هلال اللي كان متفطن، وكرة مهدي الورتاني بعيدة على مرمى الحارس سامي هلال. مخالفة لفئة الترجي في العملية واللقطة الأخيرة. الخطأ من
المدافع محمد امين بن اسماعيل على كوليبالي. كوليبالي امامكم على الصوره، تنفذ الكره، يخرج الحارس ناصر شعبان، ترجع العمليه بوجود خطا ضد مدافع الترجي. تتنفذ الكره، رياض الحتيوش، رياض الحتيوش حاول يتعدى ويربح خطأ في العملية الأخيرة. سعد بكير مدافع الفريق اللاعب وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي، سعد بكير القادم، هذه عادة العملية الأخيرة. سعد بكير يتعرض في اللقطة الأخيرة إلى مخالفة، قلت هذا اللاعب القادم من فريق الملعب القبسي، لكن للتذكير أنه سعد بكير لاعب متكون على مستوى صنف الشبان في فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. يعني سعد بكير اللي قاعد يعني يقدم في اداء ممتاز في تشكيله الترجي، كان قدم ايضا اداء اكثر من رائع هذا اللاعب مع فريق الملعب القبسي، كما قلت وقادم من اصناف الشابه في فريق الاتحاد تطاوين. ثم لاعب اخر ايضا حسين الربيع، تقريبا لاعب شاب كيف قادم ايضا من فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، ويعني ملاعبيه متكونين في هذا الفريق. ايضا ثم ياسين بوفلغه لاعب فريق الاتحاد الرياضي ببنغردان، لاعبيه شبان قاعدين ينشطوا على مستوى بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. تتنفذ الكره بسرعه، ترجع من الخنيسي، معاه ياسين بوفلغه في التغطيه، يربح خطا في اللقطه الاخيره. ياسين بوفلغه اللي كنت نحكي عليه، مدافع ممتاز، لاعب شاب. تنفذ الكره من العروسي البرقوقي، العروسي البرقوقي يستعد لإعادة الكرة بضربة مخالفة. تغيير من جديد من جانب فريق الاتحاد. جنيني عبد السلام ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية مكان رياض حتيوش. تغيير بتغيير لحد الآن بين المدربين لطفي السبتي وعمار سويح. عمار سويح قام بتغيير منذ بداية الشوط الثاني، دخول ادريس المحيرسي مكان سيسوكو، ولطفي السبتي غير رياض حتيوش منذ لحظات وخذ مكانه جنيني عبد السلام رقم 27، لاعب خطير سريع جدا. نفذ الكرة عسين شوية، كرة ترجع وسط الميدان عالية. شمس الدين الذوادي، توفيق الشابي حقيقة قدم مباراة طيبة هذا اللاعب توفيق الشابي. ترجع من جديد المحيرسي، يقطع الكرة المدافع محمد امين اسماعيل، يرجع بالكرة رويدة الى حارس مرماه ناصر شعبان باتجاه العروسي البرقوقي. تقطع العملية لفات الترجي. طيب العملية المحيرسي كورته يدخل دفاع لقطعها. كرة الهدف الثاني تضيع، كرة الهدف الثاني تضيع على ادريس المحيرسي. طيب العملية من تاع الخنيسي، المحيرسي امامكم اختار الزاوية والمدافع في اخر لحظة يقطع الكرة ويخرج للركنية. كرة الهدف الثاني تضيع على خط هجوم للترجي لتبقى النتيجة 1-0 دائما لفائدة فريق الترجي التونسي. هدف كان انضاه طه الخنيسي من ضربة جزاء. الحارس ايضا يبقى ملقى على الميدان ناصر شعبان في اللقطة الأخيرة. الإسعافات من الإطار الطبي لفريق الاتحاد بنغردان. كيف ما قلت مباراة صعبة جدا، هذه عادة لمحيرسي. شوف اختار الزاوية والمدافع في آخر لحظة تمكن من قطع الكرة. تخرج الكرة للركنية.
على ما اعتقد امين عباس، المدافع امين عباس اللاعب السابق للنادي الصفاقسي، ايضا شوط في فريق الخوف الرياضي بقفصه الموسم الفارط، هذا الموسم بازياء فريق الاتحاد. ركنيه لفائده الترجي الرياضي التونسي، تجي على يمين الحارس نصر شعبان. ركنيه لفائده الترجي تتنفذ من ادريس البحيرسي، يخرج الحارس نصر شعبان. طيب الحسين الراقد يصوب كورته فوق المرمى. حسين الراقد كورته فوق المرمى. الخبره، التجربه، تجربه السنوات، حقيقه قاعد يقدم في اداء اكثر من ممتاز في هذه المباراه. دينامو الفريق والعقل المدبر في تشكيله الترجي التونسي. كرة ستعود بضربة 6 أمتار تتنفذ عالية. حسين شوية، توفيق الشيبي، تقطع الكرة من سعد بكير. طيب العملية في اتجاه البحيرسي، يربح تماس، يربح تماس فريق الترجي. خليل شمان، رويدا شد عضلي للاعب فريق الاتحاد توفيق الشيبي. توفيق الشيبي كما قلت الارهاق والتعب. اذا باش يتم اخراجه والاسعاف خارج الميدان. إذا باش تعود المباراة بربيع تماسي فائدة فريق الترجي التونسي. خليل شمام، خليل شمام ترجع الكرة في فريق الاتحاد. حسين شوية، تقطع من جديد فائدة الترجي. طيب العملية ما توصلش. مهدي الورتاني كيف ما جات الكرة ما يخلطش المهاجم، تخرج للتماس. تماس تماس من جديد لفائدة فريق الترجي. تنفذ الكرة ترجع تبرقي لكن تقطع من كوليبالي كيف ما جات الكرة في اتجاه الخنيسي. الخنيسي عملية دفع في العقدة والعملية الأخيرة على المدافع أمين عباس. بسرعة في اتجاه محمد أمين بن إسماعيل. كرة تقطع من جانب الترجي. كوليبالي كيف ما جات وسط الميدان. خليل القاسمي، محمد أمين بن إسماعيل، محمد أمين بن إسماعيل، ياسين بوفرغة من جديد العملية. طيبة خلي الكرة خليل شمام للتماس. يرجع متوسط الميدان الهجومي توفيق الشيبي لتشكيلة فريق الاتحاد. ترجع الكرة لفائدة الترجي التونسي. كرة في المحور لكن تقطع من دفاع فريق الاتحاد من جديد. كرة لفائدة الترجي في وسط الميدان. الراقد. طيب العملية البناء الهجومي سعد بكير، ايهاب المباركي، يرجع حسين الراقد. الكرة للمنطقة الخلفية شمس الدين الدوادي. المحيرسي، كرة من جيري عبد السلام يخليها للمدافع
العروسي البرقوقي، العروسي البرقوقي، كرة طويلة من جديد كوليبالي المحيرسي، سعد بقير ما يتعداش مرة أخرى خليل القاسمي، كرة تقطع ترجع لسعد بقير ما توصلش إلى طه الخنيسي، من جديد لليسار محمد أمين إسماعيل من جانب فريق الاتحاد، أمين إسماعيل تقطع الكرة ترجع لفات الاتحاد، أمين عباس إلى حرس مرماه يرجع بالكرة، أمين عباس من جديد 1 على 2 مع مهدي الورتاني. طيب العملية كرة قصيرة بين ملاعبية الاتحاد، كرة طويلة في اتجاه بلال التبرقي ينتظر. طيب العملية حسين شوية تسرع في العملية الأخيرة، بحث عن المباغتة وكورته فوق المرمى عالية. تغيير آخر في تشكيلة الترجي، زوز ملاعبية في الحقيقة، زياد العنلي وشكر الرقاعي، شكر الرقاعي رقم 20 وزياد العنلي. إذا زياد العنلي رقم 9 ياخذ مكان اللاعب سعد بقير، وشكر الرقاعي اللاعب السابق لفريق الترجي وهو ابن اتحاد بن قردان ياخذ مكانه في التشكيلة مكان آدم الرجيبي. تغييرات تكتيكية بحتة بالنسبة للمدرب عمار سويح. شاكر الرقاعي أكثر لاعب يعرف هذا الملعب باعتبار أنه ابن فريق اتحاد بن قردان، سبق له أيضا تقمص أزياء فريق الترجي الأفريقي. أيضا يخرج شاكر، يخرج يدخل اللاعب طارق الشعبوني ويخرج حسين شوية. تغيير الثاني أو عفوا توفيق الشيبي. كرة ترجع جيلاني عبد الله سلام تقطع، لكن هناك لبس يد من حسين الراقد. تغييرات تكتيكية بحتة. لطفي السبتي يبحث عن هدف التعادل والمدرب عمار السويح يبحث عن الاستقرار في اداء الفريق من خلال التغييرات اللي قام بها تقريبا مركز بمركز. داخل الملعبيه يعرفوا ملعب بن قردان هما شاكر قاي زياد العنلي. تبدا الكره يخرج الحارس، يخرج الحارس. قلت عمار السويح دخل زوز ملعبيه شاكر قاي وزياد العنلي باعتبار الملاعبيه هذوما موسم الفرد يلعبوا مع الترجي جرجيس ويعرفوا هذه الارضيه والتاقلم مع هذه الارضيه. سامي هلال يبقى ملقى على ارضيه الميدان، يربح بعض الامتار او الدقائق. بدينا نقترب من 10 دقائق الاخيره من عمر هذه المباراه. السيد لطفي السبتي التوصيات الاخيره فيما تبقى من عمر هذه المباراه. هذه فكرة على جماهير الاتحاد الحاضرة هنا في هذه المباراة. كما قلت جماهير غفيرة تتابع في لقاء اتحاد بن قردان وضيف فريق الترجي الرياضي التونسي. فريق الاتحاد 80 سنة مرت منذ تأسيس هذا الفريق، 80 سنة تحققت يعني من خلالها حلم صعود الفريق لأول مرة في تاريخه لرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لمقارعة الكبار. جني عبد الله سلام، كرة من مهدي الورتاني أو خليل القاسمي
في دين الحارس سامي هلال بعض الدقائق. يربح فريق الترجي وحد تحديدا الحارس سامي هلال. كرة طويلة يتجاوز وسط الميدان مرة أخرى لفائدة الترجي، تقطع من جانب فريق الاتحاد. ورتاني طيب العملية، حكم يشير موصلة اللعب. جيلاني عبد السلام يرجع بالكرة التالي إلى العروسي البرقوقي. العروسي البرقوقي الطويلة من جديد. محمد أبي بن إسماعيل يربح فريق الاتحاد. رمية تماس تنفذ. حسين الشوية يبحث عن التوغل من الرواق الأيمن لدفاع الترجي. تنفذ الكرة ترجع مهدي الورتاني. مهدي الورتاني كوليبالي في التغطية من جديد الخنيسي مع أمين عباس. كرة إلى ناصر شعبان طويلة. حسين شوية كوليبالي العونالي من جديد. جيلاني عبد السلام تقطع الكرة من زياد العونالي. واحدة اثنين ولا خطأ. الانذار هذه المرة سيرفع لمدافع فريق الاتحاد ياسين بوفلغة. ضد الخنيسي. تدخل كان قوي نوعا ما على المهاجم الخنيسي. تقريبا 8 دقائق على نهاية المباراة. والنتيجة دائما 1-0 تقدم لفريق الترجي التونسي. هدف طارق خنيسي من ضربة جزاء مع بداية الشوط الثاني. هذا التدخل الأخير تدخل الحقيقة كان قوي وعنيف من ياسين بوفلغة على المهاجم طاهر الخنيسي. المخالفة ياسين بوفلغة امامكم على الصورة كان وجهه الحكم انذار. تدخل كان قوي على مهاجم الترجي. نفذ الكرة العونالي لكن الحكم يشير الى وجود خطأ. اللقطة الأخيرة يربح خطأ. هذه إعادة العملية الأخيرة وعملية الدفع من ياسين بوفلغة. محمد أمين عويشيوي متوسط هجوم فريق الاتحاد. ثلاث التغييرات القادمة في تشكيلة المدرب لطفي السبتي. شاكر رقيع على الكرة. شاكر رقيع على الكرة وفي تنفيذ الكرة الثابتة لفريق الترجي الرياضي التونسي. شاكر رقيعي يستعد لتنفيذ الكرة الثابتة. يحدق جيدا الكرات وتنفيذ مثل هذه الكرات في الحالات والوضعيات هذه. شاكر رقيعي رقم 20 كثيرا ما نجح في التهديف من مثل هذه المسافات. شاكر رقيعي يستعد للتنفيذ. ينفذ كرة خطيرة والحارس. ما زالت العملية والهدف الثاني. الهدف الثاني عن طريق ادريس المحيرسي. ادريس المحيرسي ينجح في اضافه الهدف الثاني لفريق الترجي الرياضي التونسي. فرحه. هذا اعاده للكره الثابته كانت قويه من شاكر رقيعي. يتالق الحارس ناصر شعبان في صدها في محاوله ثانيه
هذه الزاويه تعطينا اكثر يعني وضوح للعمليه. شاكر رقاي في زاويه بعيده للحارس، والمحيرسي كما جات ينجح في اضافه الهدف الثاني. ينجح في اضافه الهدف الثاني لفريق الترجي الرياضي التونسي. تصبح 2-0. لتصبح النتيجه 2-0. ثلاث التغييرات المنتظره. حسن شويه، حسن شويه يخرج. هذه إعادة لعملية الهدف الثاني لفريق الترجي. ترجع الكرة تمس. اثنين صفر. إذا تتغير النتيجة من جديد لفريق الترجي في هذا الشوط الثاني. الحقيقة لو انتصر الترجي في هذه المباراة فنجم نقولوا يعني الحقيقة انتصر في المباراة الصعيبة خارج قواعده ضد فريق يعني اتحاد بن قردان اللي فريق قدم خلال الجولة الأولى أداء ممتاز. ترجع لنا كرة في وسط الميدان من جانب فريق اتحاد بن قردان. بلال التبرقي ترجع الكرة، الحكم يرجع خطأ ضد المهاجم، ضد مهاجم فريق اتحاد بن قردان. شكري الواعر الحارس السابق للترجي، وكذلك سيد حمدي المدب. ترجع الكرة في وسط الميدان مباشرة للتمس. نعيش وإياكم الدقائق الأخيرة من هذه المباراة. ترجع الكرة من جديد. زياد العنالي، عنالي ترجع لفريق الاتحاد بن قردان مع عزوز. ثلاث مدافعين يقطعون الكرة. حقيقة نجم نقول يعني المدرب عمار السويح نجح في التغييرات الأخيرة، خاصة دخول شاكر رقيع وزياد عنالي. من خلال كما قلت الزملاء يعرفوا جيدا هذا الملعب. كرة لفئة الترجي عن طريق المحيرسي، عطاء الحقيقة دفع معنوي كبير لبقية زملائه في الخط الأمامي لهجوم الترجي الرياضي التونسي. كرة توقف من جديد باعتبار لاعب آخر ملقى على أرضية الميدان من جانب الترجي علي المشاني. ستعود الكرة إذا بضربة مخالفة لفريق الترجي الرياضي التونسي. شاكر رقاي، كرة طويلة رمية تماس. نفذ الكرة رمية تماس من خلال شمام فاتجاه الخنيسي. طاها الخنيسي من الرواق الايسر، حاول يتعدى معاه المدافع
ياسين بوفرغه يربح خطا في اللقطه والعمليه الاخيره. كره من العروسي البرقوقي، لاعب المحوري في تشكيله الاتحاد، يرفع كره طويله تجاوز وسط الميدان، تقطع من رقاي. 4 دقائق يتم حكم المباراه، يرفعها فتحي بن علي الحكم الرابع. يربح خطا من جديد. يربح خطا من جديد في العمليه واللقطه الاخيره. كره لفائده الترجي، قدام الكره الشاكر رقاي وخليل شمام. شاكر رقاعي امامكم على الصوره في تنفيذ المخالفه لفائده الترجي. خليل شمام كورته فوق المرمى عاليه. نعيش وياكم مشاهدينا الكرام الوقت الاضافي، راح تحسبوا حكم المباراه ب4 دقائق. نلعب الدقيقه الاولى. كره تبرقي بالراس لكن تقطع من خليل شمام. خليل شمام من جديد لفتى الاتحاد. كره معاكسه خاطئه على مستوى التمرير. كوليبالي اليمين، شاكر رقاعي المحيرسي في اتجاه ايهاب المباركي. ايهاب المباركي يرفع كره على مستوى القائم الاول، ترجع الكره بالراس ولا تمر يعني جانبيه. كره طه الخنيسي، نفذ الكره بسرعه. جيلاني عبد الله سلام في اتجاه التبرقي. كره تقطع من شمس الدين الذوادي، كان ناجح تقريبا في كل العمليات. كوليبالي العونلي ما توصلوش، تقطع من خليل القاسمي. كوليبالي ريكت شمام الخنيسي والتمس. رمية التماس لفات فريق الترجي التونسي في تنفيذها خليل شمام. الخنيسي يحاول يدخل منطقة 18. زياد العنلي يربح ركنية في اللقطة والعملية الأخيرة. تتنفذ الكرة. زياد العنلي في اتجاه شاكر رقاي، يرفع الكرة والمقاسية من الخنيسي فوق المرمى، تمر خارج الميدان. من الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المباراة، الذوادي في التغطية. خليل شمام من جديد من الجهة اليسرى. كرة من جديد، خطأ لفات الترجي التونسي. الثواني الأخيرة حكم المباراة السيد نصر الجوادي ينظر الساعة نتاعو، وفي هذا الوقت بالضبط كما ذكرت حكم المباراة السيد نصر الجوادي يعلن نهاية اللقاء على نتيجة 2-0 لفائدة الترجي التونسي. أهداف طه الخنيسي من ضربة جزاء مع بداية الشوط الثاني، وإدريس المحيرسي تمكن في آخر المباراة من تسجيل وتوقيع انتصار مهم جدا بالنسبة للترجي التونسي خارج قواعده ضد فريق محترم جدا أيضا اتحاد بن قردان. التقي وياكم بعد قليل مشاهدينا الكرام مع التحليل الفني من خلال حواراتنا الفنية مع ما بعد المباراة.